أنت ترى من شريك حياتك تقصير، ترى أذى، ترى إهمال، بدلا من أن تأخذ قرار تشكي وتحكي وتبكي وتقول جرحني وراح وخلاني كل جراح. ما ينفع. كثرة الشكوى والتذمر وقلة الحيلة تخلق علاقة سامة، لأنك عندما ترى شيئا في العلاقة غير سوي، شيء لا تستحقه، شيء لا يليق بك، شيء تشعر بأنه مقصر في حقك، أنت لازم تأخذ موقف، مو تشكي. لما أشوف شخص يشكي ويقول والله أنا عندي شريك حياتي ذبحني، أنا عندي شريك حياتي أذاني، أنا عندي شريك حياتي مهمل، أنا عندي شريك حياتي متجاهل، أنا عندي شريك حياتي ما يحترمني، أنا عندي شريك حياتي ما يحبني، وبعدين لمتى تشكي؟ لمتى تتذمر؟ قلة الحيلة هذه ضعف فيك لمتى؟ لذلك الشيء هذا لازم توقفونه. عندما ترى شيء في العلاقة خاطئ ولا يليق بك، خذ موقف، لا